في 4 أخبار أساسية للنادي الأهلي وآخر تطورات الأزمة لإمام عاشور مع النادي الأهلي. بالنسبة للخبر الأول، إعارة رايحة وإعارة جاية للنادي الأهلي. بالنسبة للإعارة اللي رايحة نيس جريديشار إلى النادي المجري لمدة 6 شهور. بالنسبة للإعارة اللي جاية للنادي الأهلي، هو المهاجم الهداف القناص الكونغولي البلجيكي هو كيموش. ان شاء الله هو في الكشف الطبي حاليا. بالنسبه للخبر الثاني، تحقيق موسع بينتظر الكابتن وليد صلاح الدين بعد الرجوع من تنزانيا على خلفيه احداث غياب امام عاشور. الخبر الثالث هو اتمام اعاره حمزه عبد الكريم بفضل الله الى نادي برشلونه. مبروك، الف مليون مبروك، وان شاء الله يكمل في الدوري الاسباني مع نادي البارسا. بالنسبه للخبر الرابع وتطورات مشكله امام عاشور مع النادي الاهلي، يعني احنا شفنا امبارح الحديث بتاع الكابتن احمد شوبير، ما فيش اي مشاكل الا مع الكابتن محمد هاني، وان شاء الله هيرجع الكابتن امام عاشور للتدريبات والعقوبه التاريخيه للنادي الاهلي في المكالمه حصلت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. نتمنى تطوير العقليه للكابتن امام عاشور، لانه هو لابس تيشيرت تقيل، وهو تيشيرت النادي الاهلي. ورقم 22 للكابتن محمد ابو تريكه، اكيد كابتن اسطوري من كباتن النادي الاهلي. نتمنى تطوير العقليه للكابتن امام عاشور. بالتوفيق للنادي الاهلي امام ديانج افريكانز ان شاء الله الساعه 3 يوم السبت. ما تنساش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناه. شكرا جزيلا.